ازيكم؟ النهارده اكلمكم عن موضوع بيحصل كتير قوي في حياتنا وبنبقى مستغربين ليه، بس للاسف هي طبيعه. الستات او البنات اللي ما بيحللهاش انها تتمايص ولا تتدلع وتتسهوك غير على الراجل المرتبط بمعنى خاطب متجوز. في بنات كتير يا جماعة ما بيلفتش نظرها غير الراجل المرتبط، وبيبقى ده تارجت بالنسبة لها ان هي توصل له. فانا ما بشوفش اوحش ولا اسوأ من واحدة تتمايص وتتسهوك على واحد وتكون عارفة انه متنيل متجوز او متنيل خاطب، يعني في حد في حياته بحجة انه بقى صاحبها بقى وبتاخد رأيه يا عيني في مشاكلها الفلكية ونفخ العجلة المفسية. يعني ارحمونا بجد، انتوا بقيتوا مالين الدنيا وبقيتوا كتير قوي، فارحمونا. وكمان ايه بقى؟ تبدأ في اظهار خفة دمها وحلاوة شمسها، يا تقل دم امك، بجد مش هقول غير كده. وايه رأيك في دي؟ بعرف اختار ولا بديل حمار؟ انتي بديل حمار، وانتي اساسا حمار كبير، واحنا تعبنا من وجودكم في حياتنا عشان تبين قد ايه هي كيوت وبشعر منكوت. انتي زفت الطين، انتي زفت الطين، انتي وامثالك. اتلموا يا جماعه بجد، اتلموا واحترموا نفسكم بقى، ده تخلف، ده تخلف. الست اللي تخش على راجل متجوز ولا خاطب انتي متخلفه ومش هتوصلي لاي حاجه. بل الرجاله اللي مش متنيله كتير، يعني بجد الرجاله اللي مش متنيله متجوزين ومش متنيلين مخطوبين كتير قوي. ما تروحي تعرفي راجل وابدأي معاه قصة حب وتجوزيه وعيشي علاقة طبيعية، مش لازم علاقة متخلفة شبه وشك يعني. بس تقريبا هم عندهم مبدأ يا المتجوز يا بلاش، يا الخاطب يا بلاش، يا المرتبط يا بلاش. يعني هي ده مبدأ وبتسعى له دايما. دايما بص على الراجل اللي في ايده دبلة، يا في اليمين يا في الشمال، بس اهم حاجة ان في ايده في دبلة. عليه حلاوة، ده عليه حلاوة وعسل، والباقيين عليهم خرا تقريبا. بلاش قلة أدب بقى وارحمونا، انتوا كترتوا وبقيتوا كتير، واحنا مش هنسمح لكم تكملوا على الوضع ده على فكرة. احترموا نفسكم.